يعني هذا اللي يسموه خور عبد الله ترى بالمناسبة هذا من أصله عراقي ترى، يعني للإنصاف أنا كويتي بس أقول الحق، هذا من أصله معروف. يعني هناك الدوريات العراقية دائما هي اللي تمشط يعني حتى الصيادين الكويتيين اللي يروحون أو كذا، يعني هذا الخور معروف مال العراق. طيب أنت عندك ساحل كبير، يعني ساحل كبير، خليج كله عندك، يعني أنت مكتفي، هناك موانئ سوي خير من الله، وعندك موانئ أصلا ما تشتغل. يعني أكو موانئ بالكويت يعني لأنه طاقتها، عليكم السلام ورحمة الله، طاقتها الاستيعابية يعني ماكو هنالك صادر وارد كثير. فما ماكو تفسير للإصرار والعناد على أنه إحنا لازم نسوي هذا الميناء في هذه المنطقة الحرجة. ماكو يعني تفسير آخر غير أنه تريد أنت تخنق العراق، ماكو تفسير آخر. ليش النذالة هذه؟ لأنه العراق صارت حكومته ضعيفة، ماكو الآن نفس النظام الحديدي اللي كان أيام صدام، فالآن براحتكم تلعبون وكذا. أكو مثل يقول لك شنو، إذا غاب القط العب يا فار. وطبعا أكو هم نذالة أخرى، يعني هم صراحة مو صوج هم حكومة الكويت بالدرجة الأولى، صوج ذولا الخونة السفلة المرتشين اللي لما راحوا للكويت اشتروهم وخلوهم يوقعون على الموافقة على هذه المخططات وعلى هذا المشروع. هذا مشروع خيانة. هذا أنا أتألم أكثر ما أتألم، تدرون يعني فيها صفة، أتألم للبسطاء للمساكين من الناس. ناس قاموا في هاي الزبير أو يعني صفوان وهالمناطق يعني الحدودية، نايمين بالليل قايمين الصبح شايفين الحدود الكويتية متقدمة ماكلة أراضيهم. هاي شلون صارت؟ هذول الصيادين المساكين اللي يروحون بالخور وما أدري كذا ويصيدون، تيجي عليهم هذول ينقطع رزقهم. ليش إنزين؟ هذول السياسيين الكبار هذول أكلوها، أخذوا جنطهم وفلوسهم وكلهم عندهم هنا عقارات بلندن مليارديرية صايرين على حساب هذا الشعب. لا، هذه الفوضى لازم نقضي عليها، كافي بعد.